السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه بزاف للناس اللي تيعانيو من فراغات ديال الشعر اللي كيطيحوا لهم الحجبان الشفار. هاد الوصفه اللي غتهنيك من هاد المشكل في اسبوع، اقسم بالله ما عليك غير تبع الفيديو من الاول حتى الاخر، والمكونات موجوده. مرحبا بكم في قناتي. عندنا هنايا شويه ديال القرنفل او عود النوار، عندنا عظيمات ديال التمر، آم، آه، حبه سوداء، كل واحد كيفاش يسميها. عندنا هنا الثومه الحمراء، عندنا البصله الحمراء. غادي نحمروا هاد المكونات. انا سبق ليا وحمرتهم وطحنتهم، غير بغيت نوريكم هاك بحال هكايا. حيت طحناهم انا راه عندي واجدين. غادي نحك هاد راس الثومه الثومه الحمراء بالضبط، الثومه الحمراء والبصله الحمراء، حيت هي زوينه بزاف بالنسبه للتنويض الشعر. غناخدو غير شويه ديال رويس واحد، شويه ديال القياس اللي غادي ديري، وغادي نحكهم معاكم. ممكن تخليهم حتى يطلقوا تاخذوا غير الماء ديالهم. انا غادي نخلط هاد المكونات وعاد من بعد غادي نصفيهم، حيت خصهم ضروري يباتوا ليله كامله. من بعد ما طحنت حكيتهم عفوا هذوك راس الثومه وشويه ديال البصله، غادي نخلط هاد المكونات. المهم عندي المكونات ديالي راه طحنتهم، طفيت ليا طحناهم، غادي نخلطوهم. ساهلين هادو، راه خاطرين بزاف بالنسبه للشعر، الحجبان، العينين، الشفار. غادي تخلطوهم بزيت الزيتون او زيت الكوك اللي كيتوفر عندكم. نسيت ما قلتش لكم بالنسبه للعظيمات ديال التمر، خصكم تحرقوهم حتى يوليو كحلين، عاد طحنوهم مع المكونات الاخرين. غادي نخلطهم وغادي نخليهم ليله كامله حتى يطلقوا هذاك الزويته. يمكن لك تاخدي غير داك الزويته هي اللي ديريها في القريعه وتبقاي تراسي بها وتعمري بها البلاصه اللي عندك خاويه ديال الشعر. تحاولي ديريه في شي ريسيل يكون عندك خاوي، شي شيته ديال الريسيل تغسليها مزيان وتبقاي ديريه وخليه ساعتين في حجبانك، ساعتين في شعرك، وغادي تغسليه. عندك سميتو تمسحيه بداك موزيل المكياج تمسحيه به، ساهل حتى هو فقط. اما الا كنتي دايره في عينيه، غسلي عينك، غسلي دوك الفراغات ديال الشعر. حاولي ديريها يوميا وغادي تبان لك النتيجه في اسبوع. غادي تبان لك النتيجه اللي هي خطيره بزاف. كما كتشوفوا معايا انايا راه ما صفيتوش، غادي نخليه غير بحال هكايا حيت ما كافينيش الوقت باش نصفي. بغيتها باش نوريكم. درتو في هذا القريعه هذا. نتوما ممكن تصفيوه وتعزلوا غير الزويته بوحدها وتخليو تبقاو تراسيو بها. هذا راه خطير بزاف، ما عليكم غير تبعوا هاد المقادير وديروا، حاولوا ديروه في نفس الوقت. مثلا درتوه اليوم في 8 د العشيه، عاود لغد الليل ديروه في 8 د العشيه يوميا وساعتين، ومن بعد غسليه. عجبكم الفيديو ما تنسوش لي اللايكات ديالكم وابونيو وبارطاجيو لي الفيديو باش تعم الفائده. وبسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.